السفاح بن حمد يوم قتل هذاك الشخص داخل المراحل تهزت مدينة بن حمد كاملة. طحتي في فخ وليدي منك كل ما يسويش ما عندكش حق تصور اكثر من داك الشيء ان السوشيال ميديا المغربيه والاعلام كلشي تهز من بلاصتو، لانه دار واحد الجريمه اللي ما سبقش ان المغرب شهدها من فترات وسنوات عديده. لم ينقلوه بالمشاهد الملالي والله ترحم الكورة شكون كيعسل شكون كيعسل الكورة التقال ديالك تكون عارفين مزيان راك كبر مني راك بنت جدي عندي 54 عام قد فيك. وعلاش طلقوا عليه اسم السفاح؟ لانه هذا الشخص هذا كان مختل عقليا على ما تيقولوا الساكنه ديال بن حمد. ولكن اخوتي الحاجه اللي جاتني انا غريبه، علاش طلقوا عليه اسم السفاح وما قالوش عليه مختل عقليا؟ كما كنشوفوا جميع الاعلاميين منابر الاعلاميه والصحافه كيقولوا عليه السفاح، والناس اللي تما تيقولوا عليه السفاح. هذا هو الشيء الغريب. ولكن بعض الناس يقولوا عليه انه مختل عقليا، والقصه ديالته بدات من ذاك النهار اللي قتل فيه هذاك الشخص. قضيه وما فيها خوتي ان هذاك السفاح اللي كيطلقوا عليه اسم السفاح كان كيحضي هذوك المراحيض اللي قرب هذاك المسجد، وبعض الناس يقولوا هذوك المراحيض يعني داخلين في المسجد ديال هذوك المسجد تما كيجيو الناس كيتوضاو. ولكن البعض فاش تاكدنا ان هذوك المراحيض لا علاقه لهم بالمسجد بتاتا، انما هذوك المراحيض هو ساهم فيهم هذا السفاح هذا باش يتم البناء ديالهم، وفي الاخر بقى كيحضيهم وهو كيتولى المسؤوليه ديال هذوك المراحيض. قضيه وما فيها ان هذاك السفاح هو اللي كيقوم بهذوك المراحيض، هو اللي مسؤول عليهم. يعني كما كنقولوا بالدارجه المغربيه اللي كيدخل المرحاض كيقضي حاجته كيعطيه درهم ولا 2 دراهم ولا حتى 5 دراهم، يعني هو اللي مسؤول عليهم. بعض النهار هذيك الضحيه كان غادي حدا المراحيض، ولكن كان سكران كما كيقولوا بعض الناس. لكن هذاك السفاح من شافو غادي قرب هذوك المراحيض بقى كيسبوه بقى كيشتمو، ولكن الاخر ما رضاش حتى هو بقى كيدافع على راسو واخا راه هو سكران. السفاح حلف فيه من ذاك النهار، دازت الايام وتصالحوا ورجعت الامور كما هي. واحد النهار وقعت واحد الحادثه اللي ما توقعوهاش بزاف ديال الناس ولا ساكنه بن حمد غادي توقع. واحد النهار استدرجوا هذا السفاح هذا لداخل المراحيض وبقى كيسيس فيه حتى دخلوا داخل المراحيض، ولكن كان سكران كما كيقولوا بعض الناس. تم القضاء عليه على يد هذا السفاح هذا اللي قسموا من النصف وخلى النصف ديالو داخل المرحاض والنصف الاخر هزو معاه وداه مع الدار، وكثر من هذا الشيء هذا فصل الراس ديالو على الجسم ووضل ليه الراس ديالو ما بقاش كيبان بتاتا. هذا الشيء هذا اللي حير الشرطه وبقاو كيبحثوا على الاطراف والبقايا ديالو. وبعض الناس يقولوا باللي هذاك السفاح شد الكبد ديال هاد الضحيه هذا وشواه وكلاه، والبعض تيقول لك هذاك الشيء غير كذوب وما منه حتى شي حاجه. البعض ديالهم كيقول لك تاويلات اخرى، ولكن على انه شدوا وقسموا الطريفات وقطعوا كامل ورماه في الزبل. البعض تيقول لك هذا السفاح هذا قطعوا ورماه في المجاري ديال المياه باش ما يتعرف عليه حتى شي واحد وما يقشع حتى شي واحد الخطه ديالته اللي دارها. ولكن البوليس بالتحريات ديالهم وبالبحث ديالهم الفائق استطاعوا انهم يجبدوا هاد القطع ديال اللحم ديال هذيك الضحيه اللي رماه في المجاري ديال المياه، والبعض رماه يعني في الخلف ديال المنزل ديالو باش ما يحطر عليه حتى شي واحد. ولكن اخوتي السؤال المطروح هنايا، واش هذاك يعني شخص عادي غادي يقوم بهذه الجريمه الشنعاء كما كنقولوا؟ هنا كنشوفوا وكنطرحوا واحد التساؤل انه يقدر يكون هذا مختل عقليا وعنده اكثر من 56 دعوه. يعني شحال من واحد انه مشى شكا به عند البوليس ولكن ما داروا معه حتى شي حل. هذا هو الغريب في الامر، علاش لحد الان هو كان يعني مطلوق وغادي، يعني البوليس ما عطاولوش شي عنايه ولا داوه انه يتداوى؟ هذا هو السؤال اللي مطروح. قضيه ما كملاتش هنايا، وكثر من هذا الشيء هذا بالبحث ديال الشرطه بقاو كيبحثوا على العظام اخرى ديال بعض الاشخاص اللي كانوا متوفين، منهم واحد الشخص الثاني اللي حتى هو كان ضحيه في يد هذا السفاح هذا. والبعض تيقول باللي حتى كانت واحد الفتاه صغيره انها حتى هي كان تم القتل ديالها على يد هذا السفاح هذا. مع البحث ديالهم الفائق بدا تيقولوا بعض الناس ان هاد القتلى قدروا يوصلوا اكثر من 7 ديال الضحايا.
يعني هذا نقدروا نقولوا خوتي مريض نفسيا اللي قام بهذه الجريمه الشنعاء. كاين البعض اللي كيقول الحقيقه عليه، وكاين البعض اللي تيقول لك هو ما مختل عقليا ما حتى حاجه. كيفاش انه واحد ما مختلش عقليا غادي يقوم بهذه الجرائم هادو؟ طرحوا هذا السؤال على انفسكم وجاوبوا نتوما ريوسكم. كيفاش واحد عنده العقل غادي يقوم بهذه الجرائم كاملين؟ نفترض ان واحد بعقله واش غادي يخلي الاثر ديال الضحيه ديالو كما قام به هذا السفاح هذا؟ لا، ما يمكنش. يعني خوتي هنايا كتطرح بزاف ديال الاسئله. نقولوا خوتي باللي هو مختل عقليا 100%، عكس الناس اللي كتقول لك راه بعقله وكيدير بعض الاشياء اللي هي غريبه كما شفنا في بعض الفيديوهات. الشيء هنا يا خوتي يبين لنا هذا الفيديو هذا انه مختل عقليا. كما كتشوفوا معايا هنا كيهز راسو للسماء وكيقوم ببعض الحركات اللي هي غير طبيعيه. هنا كنتاكدوا باللي هو مختل عقليا. هذه النقطه هذه حيدناها من الطريق. والسؤال الثاني نقدر نطرحه الاخوان، كيفاش هذا حتى ولا لهاد الحاله هذه؟ بعض الاشخاص اللي كيسكنوا في هذاك المكان قرب ولا جيران هذا السفاح هذا تيقولوا باللي راه كان بعقله وكان كيبيع في الخضره وكيشري فيها. يعني كان عادي بحال اي واحد يدخل واحد الفلوس اللي هي محترمه. ولكن بين ليله وضحاها ولا كي بحال هكا ولا مختل عقليا. اكثر من هذا الشيء هذا انه مزوج وعنده جوج ديال البنات. بعض التأويلات كتقول باللي هذا السفاح هذا تحول من شخص عادي إلى سفاح بواحد الطريقة اللي هي غير عادية. أن الناس كيقولوا باللي هو كان عادي، يعني كيبيع ويشري. واحد النهار تسرقت ليه واحد المبالغ مالية كبيرة، رد فيها وما ردوش ليه حقه، واخا مشى عند الشرطة لكن ما استفد من حتى شي حاجة. والبعض تيقول حاجة أخرى، بعض تيقول باللي هذا الشخص هذا حامل لكتاب الله وكيعرف بزاف ديال الاحاديث النبويه، ولكن بين ليله وضحاها هذا الشخص ولا كي بحال هكا وبدا تيقتل في الناس اللي جا في طريقه، كيقتلو وما كيرحموش. يعني حتى الجيران ديالو اللي كاين ساكنين حداه كيتشكاو منه بزاف، وكان كيدير فيهم الرعب لانه كان قوي الجسم ديالو، وكانت عنده واحد البنيه جسمانيه قويه، وعنده الوجه ديالو تيخلع بزاف. القصة هادشي اللي فيها، ولكن الحقيقة ما عرفناهاش لحد الآن. واش هو شخص طبيعي كما تيقولوا بعض الناس، ولا هو شخص مختل عقليا؟